عمرك سألت نفسك إحنا مين أو منين؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده لا هتروح في الفلسفة ولا في التاريخ، لكن هتكون إجابة علمية دقيقة جدا لكل شخص اسمه مصري، لأن انتشر في السنين اللي فاتت أقاويل كتير بتقول إن الجينات المصرية اتغيرت، وده بسبب الهجرة والترحال أو يمكن الاحتلال اللي حصل على الشعب المصري، وده كمان أدى إلى تغيير جينات، وإن المصريين في الوقت الحالي ملهمش أي علاقة بالفراعنة. لكن اللي حصل في شهر مايو في سنة 2024 كان في الرد الصادم واللي قرر بشكل علمي دقيق جدا ومفصل انه يرد على سؤال مين هم المصريين وجايين من فين اصلا، ويقفل باب التكهنات عن الجين المصري بارقام علميه صادقه وصادمه، لدرجه ان المعامل الشهيره والموثقه على مستوى العالم صدمت فعلا من نتائج التقرير اللي هنتكلم عنه في الحلقه. موضوع الحلقه دي في حاجه علميه هنعمل لها خلاصه بسيطه علشان حضرتك تقدر تستوعبها وتفهم بالظبط يعني ايه الجينوم المصري او الجين المصري، واحنا كمصريين حاليا ليه بنقوم بدراسه عجيبه وغريبه جدا عن تحديدا جينات المصريين، وكمان نستفيد بايه من كده في 2026. لما اعرف اصلي ايه اللي يحصل لي طبيا واجابه السؤال ده هتحدد حاجات كتير جدا في صحه حضرتك واولادك. في الحلقه دي انا هحاول اوصل لحضرتك فكره علميه خطيره وكبيره جدا، هحاول اوصلها لك بافكار بسيطه جدا بحيث تفهم يعني ايه الجينوم المصري وليه المعامل المصريه جمعت عينات من اكثر من 1000 شخص مصري من 21 محافظه علشان فقط حدد الجين المصري. والسؤال المهم هو احنا في 2026 لما نعرف الجين المصري يفرق معانا في ايه، وهل ده ياثر على حياتنا الطبيه ولا لا؟ وده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه في الحلقه دي من الخلاصه مع وائل، حلقه جديده مهمه جدا. شرفني بالاشتراك في قناه الخلاصه مع وائل على اليوتيوب، تابعني على كل المنصات، يمكن يوصلك شورتس وريلز تدخلك تشوف الحلقات. تعال ندخل على التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات الخلاصة مع وائل، وأنا وائل النجار. الحلقة دي حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن تاريخ الجين المصري وإزاي المصريين الحاليين في 2026 بيرتبطوا بالفراعنة ولا لا. هل من كتر الهجرة والترحال أو الاحتلال اللي حصل للشعب المصري هل الجين المصري تغير ولا لا؟ والسؤال الأهم هو تغير أو ما تغيرش في الآخر؟ أنا كمواطن حالي في 2026 بحمل الجنسية المصرية يفرق معايا في إيه؟ وكمان لو حضرتك مواطن شرق اوسطي او عربي هل تحليل الجينوم المصري يفرق معاك في حاجه؟ دي اسئله مهمه هنجاوب عليها، لان احنا هندخل في تاريخ بشري جيني غريب جدا، والاجوبه اللي فيه تفرق في صحه حضرتك جدا فوق ما تتخيل. وده لان مشروع الجينوم المصري اللي اتعمل على عينه كبيره جدا من المصريين في معامل موثقه اثبت شيء غريب جدا، اثبت ان كل المصريين عندهم جين او طفره جينيه ممتده الى اصولهم الى عصر المومياوات. وده لان مشروع الجينوم المصري واللي اتصرف عليه مليارات واتعمل في معامل موثقه جدا بيثبت شيء غريب جدا، ان الطفره الجينيه اللي موجوده عند المصريين تمتد لالاف السنين، وان تحديدا نسبه 18.5% من جينات المصريين فعلا تمتد لالاف السنين. فلو بقيت جاهز خلاص تفهم ايه التفاصيل، اشرب بقى قهوتك معايا وتعالى نفهم ايه الموضوع. طيب علشان نفهم ايه العظمه اللي حصلت في موضوع الجينوم المصري احنا محتاجين نبسط الموضوع ونفهم يعني ايه اصلا الجينوم. الجينوم ده يا سيدي هو كتاب الحياه الخاص بحضرتك، شفره وراثيه تتكون من 3 مليار حرف كيميائي، ودي اللي بتحدد لون عينيك، شعرك، طولك، شكلك، لون شعرك، ودي كمان بتحدد الامراض اللي ممكن تواجهها في المستقبل. هي دي اهم نقطه في الموضوع. طيب سؤال مهم، هل المصريين اول ناس يشتغلوا على الجينوم المصري؟ الحقيقه لا، شركات الادويه والعالم كله شغال على مشروع اسمه الجينوم العالمي او الجينوم البشري. لكن السؤال، العينات اللي كانت بتتاخد علشان يحددوا فيها الجينات وبالتالي يتم تحديد الامراض او تحديد الادويه الخاصه بيها، مين كانت العينه؟ هل كانت الشخص الاوروبي، الشخص الامريكي، الشخص الافريقي؟ هو الموضوع طلع واضح ان كل مجموعه شعوب ليهم جينوم خاص بيها، وعلشان كده مصر خدت الطريق ده. يعني ببساطه كل الادويه اللي حضرتك بتاخدها او العلاجات او الفاكسين او اللقاحات كانت معموله على عينه اصلا ملهاش علاقه بمنطقه الشرق الاوسط، لان الشركات اللي بتشتغل على الموضوع
النهارده هي شركات اوروبيه او امريكيه، وكانت منطقه الشرق الاوسط هي المنطقه او النقطه السوداء اللي ما حدش انتبه لها تماما الا وزاره الصحه المصريه، اللي فكرت فعلا ان في جين مصري ممكن يكون خاص بينا لوحدنا. والنتائج في الحقيقه صادمه جدا. حقيقه ان في سنه 2021 بدا البحث في الموضوع ده، وفعلا انتبهت الحكومه المصريه والرئاسه المصريه للجينوم المصري، وبالتالي تم تكليف وزاره التعليم العالي وهيئه البحث العلمي في مصر باجراء الجينوم المصري. وفعلا مركز البحوث الطبيه اللي هو تابع للقوات المسلحه المصريه تحت اشراف طبيب اسمه خالد عامر باجراء بقى فحوصات الجينوم المصري. وبدا الدكتور خالد عامر هو ونخبه من الاطباء المصريين بسباق مع الزمن، لازم نوصل تحديدا انت مين وجاي من فين اصلا. وبدا الفريق البحثي ده يشتغل على حاجتين مهمين جدا: تحليل الدي ان ايه للمصريين الحاليين من كل محافظات مصر، بالاضافه لتحليل الدي ان زي للمومياوات الفرعونيه، وده عشان نقدر نربط الحاضر بالماضي بالمستقبل. ويا ريت بقى تركز شويه في الارقام اللي هسردها لحضرتك دي، لان دي ارقام فعلا صدمت كل الاوساط الطبيه العالميه لاكبر فحص جيني متسلسل لجيل واحد. العلماء فعلا قدروا يرصدوا في الجينوم المصري حوالي 51.3 مليون متغير جيني. عادي؟ لا طبعا مش عادي، والصدمة جاية هنا. اكتشف العلماء ان 17.1 مليون متغير جيني موجود في السلالة الجديدة، يعني تقريبا تلت الرقم اللي انا ذكرته لك الاول علشان ما تتلخبطش. احنا عندنا 51.3 مليون متغير جيني، 17.1 مليون منهم كان جديد تماما، وده معناه ان ثلث الرقم ده او نسبة 33 فاصلة حاجة كده في المية هو متغير جيني جديد تماما على الشعب المصري، وان الجين ده عمره ما اتسجل قبل كده في ولا قاعدة بيانات طبية على مستوى العالم. أنا مش بقول لك رأي شخصي، أنا بقول لحضرتك كلام منشور وموثق في كل المجلات العلمية، وده قلب الأوساط العلمية حرفيا. طيب يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني في طفرة جينية موجودة عند الشعب المصري حاليا العالم والأوساط العلمية ما كانتش تعرف عنها أي شيء نهائيا، وطلع يا سيدي إن المصريين الحاليين عندهم طفرة جينية محدش يعرف عنها حاجة أبدا، وإن هي حقيقة جديدة ومذهلة في الأوساط الطبية. طيب احنا استفدنا ايه يا سيدي وفين موضوع الفراعنه؟ الموضوع ببساطه يا سيدي ان من وسط الجينات دي كلها بيطلع 18.5% من الجينات دي تمتد للعصور القديمه جدا لعصور الفراعنه. والتحليل ده اثبت ان المصريين الحاليين في الالفيه الحديثه في 2026 عندهم نسبه تطابق ما بين الجينات بتاعتهم الخاصه الحديثه لقدماء المصريين. نسبه التطابق كام بقى؟ من 60 ل 90% نسبه تطابق ما بين جين حضرتك وجين المصريين القدماء. يعني بكل ثقة لازم تبقى عارف ان لما تشوف حضرتك وشك في المراية شكله فرعوني زي ما انت شايف كده بالظبط، الموضوع ده مش هزار، الموضوع ده حقيقي بنسبة 100%. وان احنا بس مش بنشبه المصريين القدماء، وان المصريين الحاليين هم امتداد بيولوجي حقيقي لبناة الاهرامات، واي نظرية تشكيك ارميها في الزبالة. ويا ريت الفيديو ده يوصل لهزيم او هزيم لو انا بقول اسمه صح، دكتور اللي عايش في المانيا، احسن واحد يتكلم عن الكميتة وعن المصريين وانا بحب اسمع له، يا ريت تبقوا تشوفوا. لكن كمان النظرية دي بتثبت حاجة مهمة جدا وما ينفعش نغفلها: 71.8% نسبة تطابق ما بين المصريين الحاليين وما بين سكان الشرق الأوسط، وتحديدا نفس المجموعات الجينية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في الشام. وده أكيد هتكون حاجة طبيعية جدا بحكم الجغرافيا والتاريخ والامتزاج اللي بيحصل ما بين الدول. وخليني أقول لحضرتك الجزء اللي يفهمك إن الموضوع مش علمي فقط، ده كأنه كمان خيال علمي. اللي حصل ان العلماء مش بس حللوا للمصريين اللي عايشين في الوقت الحالي، لا، العلماء قرروا يعملوا شويه حاجات مجنونه شويه، فحللوا الدي ان ايه للمومياوات الفرعونيه. زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، المومياوات لناس عاشت من الاف السنين. قرر العلماء المصريين يحللوا الدي ان ايه بتاعهم دلوقتي، وهنا بقى بدات المقارنه الحقيقيه، مين احنا ومين هم. والنتيجه فعلا طلعت صادمه، لان مع تحليل الدي ان ايه لقدماء المصريين والمومياوات اكتشفنا ان هم مش مجرد ناس في كتاب التاريخ، ولا هم مجرد تماثيل في المتاحف. دول طلعوا فعلا لسه عايشين داخل اجسامنا بجينات
جيناتنا وفي دمنا. ولما العلماء قارنوا الدي ان ايه بالمصريين الحاليين بقدماء المصريين كانت نسبة التطابق فوق ال 90%. يعني الحقيقة ان انت مش بتشوف الفراعنة بس في المتاحف، انت شايفهم حواليك في كل مكان. الجزء المهم جدا في حلقتي دي هو احنا هنستفيد ايه. يا عم وائل قول لي، انت عملت لنا حلقة عن الجينم المصري وفهمتنا خلاص احنا فرع، احنا دلوقتي في 2026 ليه بنصرف المصاريف دي كلها وبنعمل تحليل وهنستفيد ايه تحديدا؟ يعني هو انا هاكل ولادي جينم مصري وجينات؟ طيب تعالى اقول لحضرتك ايه الاستفاده عشان تفهم يعني ايه تنقذ نفسك وتنقذ اولادك. مشروع الجينم المصري شغال في الحقيقه على 3 محاور: الجينم المصري الحالي للسكان الحاليين، الجينم المصري للقدماء المصريين، والاهم الجينم المرضي. الحقيقه ان العلماء باستخدام التحليل الدي ان ايه والجينم المصري الجديد اكتشفوا ان المجتمع المصري يتشارك غالبا ب 13 مرض رئيسي، زي امراض القلب، امراض السرطانيه، مرض السكري، والامراض المناعيه. وبداوا يدرسوا فعلا جينات لبعض المرضى، واللي قدروا يوصلوا له ممكن يغير الطب المصري من جذور. اول شيء في حاجه اسمها الطب الشخصي والتفصيلي. بمعنى ايه؟ حضرتك لما بتكون مريض وبتروح لطبيب بيبدا يوصف لحضرتك ادويه معينه او تحاليل معينه، لكن السؤال المهم اثناء تكوين هذه الادويه واختراع هذه الادويه كان الدي ان ايه اللي بيتعمل عليه الدواء ده لاشخاص هل كانوا من مصر ولا من مناطق تانية مختلفه؟ يعني الدكتور بيدي لحضرتك دواء ستاندر هو معمول اصلا في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه، ممكن يخففك وممكن يعمل لك اعراض جانبيه وممكن ما يعملش اي حاجه اصلا. لكن مع الجينم المصري المفترض ان الطبيب هيكون قادر يوصف لحضرتك دواء فعال بنسبه 100% لانه متفصل على الجينم المصري فقط. كمان بالجينم ده احنا بقينا نقدر نعمل تحليل جيني مستقبلي، يعني الطبيب ممكن بكل بساطه يقرا مستقبل حضرتك الصحي ويقول لحضرتك ان انت بقى عندك استعداد لبعض الامراض بشكل محدد، ويقدر يقول لحضرتك ويتنبأ معاك باستخدام الجينم المصري ايه الامراض اللي ينفع تصيب حضرتك في المستقبل او في خلال مثلا 20 سنه، فتبدا انت تغير اسلوب حياتك بما يتناسب مع تفادي هذه الامراض. كمان ما تنساش ان احنا في مصر وفي العالم العربي تحديدا عندنا مشكله كبيره جدا طبيه بنعاني منها، وهي زواج الاقارب. زواج الاقارب، 2 قرايب بيتجوزوا دايما بينتج عنهم اولاد او ابناء يعانوا من بعض المشاكل الصحيه. اهو الجينم المصري ده بيتيح للاطباء ان هم فعلا يعملوا فحوصات ما قبل الزواج بشكل دقيق جدا، وبيقدر يحدد الجينات اللي بين العروسين اللي ممكن تسبب مشاكل في الابناء، فيبداوا يعالجوا الموضوع ده او حتى يتجنبوه تماما لو ينفع. وخليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا: المشروع ده مش مجرد كمبيوترات قاعده تعد وتحصي او اطباء حتى بتعمل كشف طبي، لان دي فعلا ملحمه كبيره جدا يمكن انت ما تقدرهاش كويس، لكن دي شارك فيها جهات ومؤسسات كبيره جدا على مستوى مصر. يعني مثلا لما تسمع الدكتور زاهي حواس وهو بيتكلم عن مشروع الجينوم المصري، من اول ما تتبعوا الدي ان ايه للمومياوات المصريه لحد ما وصلوا للجيل الحالي من المصريين، وكمان اشتراك جامعات كبيره زي جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه اسكندريه في الابحاث دي مع مجموعه كبيره جدا من الاطباء والمعامل، هتعرف ان مصر فعلا قدرت تحافظ على امنها القومي، وان المشروع ده هو مشروع امن قومي علمي. لكن هنا ممكن انت تسالني وتقول لي يا وائل انا عندي سؤال ذكي، انا مش هسيبك تطلع من الحلقه دي، هو ده مش خطر قومي؟ مش ده امن قومي؟ الخبر ده لو اتسرب او الجينات دي لو اتسربت مش ممكن دول تانية معادية لمصر تبدأ تنتج أمراض جينية خاصة بهذا الجين المصري؟ أقول لك الإجابة أكيد أيوة. لكن اوعى تفتكر إن الدولة المصرية مش هتسأل نفسها السؤال ده كمان، ده خطر، ده أمن قومي. الجين المصري أمن قومي، ولذلك كل عينات الجينوم المصري محفوظة في سيرفرات فائقة الحماية موجودة داخل الأراضي المصرية وتحت سيادة تامة، وممنوع خروج أي داتا خام من العينات اللي اتخذت. يعني العلماء المصريين هم اللي عملوا التحاليل، هم اللي طلعوا النتائج، والعالم فقط بيقرأ نتائج أبحاث مطبوعة. يعني الخلاصة يا جماعة إن مشروع الجينوم المصري أو الجينات المصرية ده مشروع أمن قومي موثق زي ما ذكر في كل المجلات العلمية العالمية، وإن الأجيال المصرية بتتوارث جيناتها جيل ورا جيل، وكلنا بنشترك في نفس الشفرة الوراثية. يعني إحنا كمصريين في 2026 إحنا مش ضيوف على التاريخ، ده التاريخ ماشي في عروقنا، وإن مستقبل أولادك الطبي دلوقتي إلى حد
كبير ممكن يكون أأمن وفي أيادي مصرية أمينة. ولو حضرتك وصلت معايا لغاية دلوقتي يبقى لازم نتفق إن في سؤال مهم لازم نجاوب عليه. هل لو حضرتك أتيحت ليك الفرصة إن أنت تعمل تحليل جينم إنك تطمن على الأمراض المستقبلية أو حتى الوراثية ليك وأولادك، هل فعلا ترضى تعمله وتبيح بياناتك دي للحكومة المصرية ولا تخاف تعمل كده؟ لو وصلت معايا لغاية دلوقتي فانت من الناس المميزين اللي بتشوفوا دايما الخلاصه للاخر. شرفني بالاشتراك في قناه الخلاصه مع وائل على اليوتيوب، صفحه الخلاصه مع وائل على الفيسبوك، تابعني على كل المنصات باسم وائل النجار علشان يوصل حضرتك شورتس وريلز. انا اتشرفت وسعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك. سلام عليكم.